طيب السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. هناخد في فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله ليكتشر 2. طب ليكتشر 2 دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجه اسمها بروجيكشنز. طب ايه البروجيكشنز ديت؟ هو اصلا برضه في الحقيقه هي مش هتبقى ليكتشر 2 بس، احنا حرفيا 3 ليكتشرز جايين، يعني تقريبا 3 اسابيع كده، نقعد حوالي شهر تقريبا كده في موضوع البروجيكشنز ده. تمام، وده بالمناسبة هيبقى السؤال التاني في الميد اللي هيكون عليه 12 درجة. تمام، يعني ممكن هنقول التفاصيل دي برضه تاني في آخر الفيديو. تمام طيب. قبل بس ما نخش في الموضوع كده في تفاصيل الكيتشن، ممكن بس هنقول يعني حاجة انترو كده، منها ان شاء الله بإذن الله نعرف ايه الاوبجيكتيف او ايه الغرض اصلا من البروجيكشنز دي. طيب ببساطة يعني كنت عايز اقول حرفيا ان هو ايه الرسم ده، او نعرف اصلا ايه الغرض من مادة الرسم. تمام، لان اللي جاي بقى مختلف عن اول اسبوع، العمليات الهندسية والتانجنس والكلام ده اللي جاي مختلف تماما. تمام طيب، ايه الغرض من اللي جاي دوت، او ايه اصلا مادة الرسم؟ يعني ايه الغرض منها في الكلية؟ ايه حرفيا انت باختصار، انت كمهندس فانت لغتك هي الرسم. تمام، زي مثلا واحد بروجرامينج او واحد شغال في الكودينج، هو دوت ايه اللغة بتاعته؟ ده لغته الجافا مثلا او البايثون او السي بلس بلس والدنيا دي. ده واحد مثلا لو نزل قدامه كود، هو مجرد ما هيبص له هيفهم ايه اللي مكتوب، لكن اي حد تاني طبعا مش معاه اللغة ديت مش هيقدر يفهم. تمام، برضه بالظبط كده زي مثلا الانجليش او الالماني. تمام، انت معاك اللغة نزل يعني هتقدر تتعامل. مجرد مثلا نزل لك مثلا تكست او مسج بالانجلش او بالالماني، مجرد ما تبص عليها انت فهمت ايه المطلوب او المسج دي بتقول ايه. انت برضو كمهندس تمام، فاحنا لغتنا هي الرسم. تمام، المفروض طبعا سواء مدني او او ميكا. تمام، ميكا ممكن بالاخص هي اللي في حته الرسم، لان الماده ديت هي مؤهله اصلا لقسم ميكانيكا. تمام، وبرضه في مدني في رسم مدني. تمام، في عمارة. تمام، برضه بيبقى عندهم طبعا الرسم برضه الديزاينز بتاعتهم. تمام، الرسم المعماري والخرسانات بقى والدنيا دي كلها. لكن احنا يعتبر احنا هنا رسم ميكانيكي يعني، والمادة اللي انتوا بتاخدوها ديت تمام يعني هي تعتبر البيزكس بتاعت الرسم الميكانيكي. تمام، بس عامة يعني انت كمهندس ايه لغتك رسم، انت هتتعامل ازاي او هتشتغل ازاي؟ هتبقى قاعد على مكتبك مثلا، او لو نزل في موقع فهيجي لك شويه لوح. حلو، انت مجرد ما هتبص على اللوح ديت بقى انت هتقرا اللوحه، بمعنى صح اسمها كده، انت بتقرا اللوحه. تمام، وهتفهم بقى ايه المطلوب او ايه اللي في اللوحه دوت. اكيد طبعا غيرك او اي حد طبعا مش معاه اللغه ديت او مش مهندس بمعنى صح، لما يبص على اللوحه هو مش هيفهم حاجه. تمام، بس فالرسم مهم جدا في حياتنا يعني كمهندسين. ودوت ليه بقى، او ايه فكرة البروجيكشنز او ازاي يعني؟ طب ما احنا بمعنى اصح، انت دلوقتي كمهندس في دماغك ديزاين. ابسط ديزاين ممكن تاخده مثلا ممكن نقول بيت. تمام، عندك بيت كده، اه حلو. ده كده بيت، البيت فيه هنا بلكونة. تمام، وفي شباك مثلا هنا وشباك هنا وشباك هنا. تمام، وشباك في الظهر. طيب ده مثلا ده الديزاين كده في دماغك، انت عايز تعبر عنه، عايز تنفذه، فهتعبر عنه ازاي؟ طبعا هتبدأ ترسمه في لوحة، سواء بقى ترسمه يا سوفت. تمام، على الكمبيوتر يا اما مانوال. تمام طيب، ايا كان بقى هترسمه ازاي، سواء على الكمبيوتر او مانوال. هترسمه 3 دي كده؟ لا استحالة. 3 دي ده مش لغة. تمام، ليه؟ لان مثلا انا هوت لو يعني لو انتوا اخدتوا بالكم، لما جيت اقول في شباك ورا ما قدرتش اعبر عن الجنب ده بمعنى صح من الديزاين بتاعه الجنب ده. ليه؟ لان اللوحه عندي هنا 3 دي. تمام، مش هتكون احسن حاجه. طيب امال احنا بنعبر عن الديزاينز بقى بتاعتنا او ايه لغتنا بقى احنا كمهندسين بقى بنرسم ايه، او اللي بيبقى موجود في اللوحه ده ايه؟ هو حرفيا هو بروجيكشنز بقى. تمام، أنا الديزاين بتاعي برسم البروجيكشنز بتاعته. يعني ايه البروجيكشنز بتاعته؟ المساقط بتاعته. تمام، بمعنى صح اللي هو الديفيجن
بنقسم 3 مصافي كده. الفيجن دوت هو بيكون المسقط الرأسي. تمام. ايه المسقط الرأسي؟ اللي هو الواجهة مثلا بتاع الديزاين. تمام. هو الجزء ده انا برسمه في 2 دي. فده الرسم، انا اللوحه او الديزاين بتاعي برسمه في 2 دي، بفرده على اللوحه، بفرد الجوانب بتاعته كده على اللوحه. فده بيكون الاليفيجن. برسم السايد فيو اللي هو الجناب ديت. تمام. دايما بيكون الجنب برضه عشان نكون واخدين بالنا، الجنب الظاهر لي. تمام. بعبر عنه بالسوليد. طيب الجنب بقى مثلا السايد فيو التاني اللي هو الجنب ده مش ظاهر، طب انا هعبر عنه في الرسم ازاي؟ بداش. تمام. بس فاحنا هنا كنا الاول اخدنا continuous line في العمليات الهندسيه والسنتر لاينز. هنضيف بقى عليهم في البروجيكشنز نوع تاني من الخطوط وهو الداشد لاينز. ايه الداشد لاينز ده؟ او الداش لاينز ديت. تمام. الداش لاينز ديت دي هي خطوط. تمام. انا بعبر بيها عن الحاجات اللي انا مش شايفها، اللي هي في المسقط او في الوجه بتاعي، بس انا مش شايفها، بتكون ورا مثلا او حاجه. تمام. هنشوف يعني. وعندنا البلان. ايه البلان دوت؟ اللي هو المستوى الافقي. تمام. بس مثلا السقف بتاع العماره دي. فطبعا طب برضه ازاي؟ عايزين ناخد المثل برضه شويه عشان ايه نكون مستوعبين الموضوع. انا دلوقتي مهندس، كان في دماغي الديزاين زي ما قلنا الديزاين ده. تمام. طيب هبدأ بقى اقسمه ازاي؟ اهو عايز. واحنا قلنا اول حاجه بنقسم الاليفيجن. تمام. اللي هو ايه المسقط الرأسي. فبمعنى اصح برضه يعني ايه اليفيجن؟ يعني ايه اللي موجود في الجنب ده؟ فحرفيا اللي موجود حرفيا الوجه بتاع البيت اللي هو يبقى مربع كده. تمام. في ايه؟ في شباكين ظاهرين قدامي، وفي البلكونه تظهر كده كمستطيل بس. فده كده الديفيجن. طيب بس قلنا ان انا عندي في شباك ورا. الشباك اللي ورا ده انا مش شايفه. طب حاجه زي كده انا مش شايفها، هعبر عنها في الديزاين او هعبر عنها كرسم ازاي؟ هرسمها داش. احنا قلنا مثلا في شباك ورا في النص، فانا هرسم له كده بالداش. تمام. او الداش لاين. تمام. شباك ورا ايه كده بس. فانت كده مجرد بقى اي مهندس هيبص على اللوحه دي خلاص هو فاهم ان انا عندي بيت هو واخد المنظر ده مربع مثلا، ما فيهوش حاجه عامله كده. لا هو واخد المنظر ده وفي شباكين وفي بلكونه وفي شباك ورا ايه في النص. تمام. طيب عايز اعبر في الديزاين عن الوجه الجانبي اللي هو السايد فيو. فكذلك السايد فيو في ايه؟ في حرفيا اهو اول حاجه الوجه، وعندي ايه؟ وعندي شباك. في حاجه في الظهر؟ مفيش. تمام. او لو في خليها مفيش دلوقتي. تمام. طيب برضه من الديزاين بتاعي انا البيت فاضل اللي هو ايه البلان. احنا قلنا بنعبر عن اي حاجه بثري فيوز اللي هو زي الرأسي الجانبي الافقي. تمام. اللي هو البلان. تمام. طيب احنا كده رسمنا ده الديفيجن، ده السايد فيو. فاضل البلان. ايه البلان؟ اللي هو الافقي بقى اللي هو زي السقف. تمام. طيب انا في الديزاين عندنا هيبقى عندي سطح عادي ما فيهوش اي حاجه، فارسم اللي هو ايه او مثلث. ده اللي في دماغي يعني، دي في خيالي بس. تمام. فهي دي فكره الرسم او دي لغتنا احنا. اي حاجه في دماغنا بنعبر عنها بالمساقط ديت او بالبروجيكشنز او بالمنظر ده. ما ينفعش ارسمها له 3 دي. ما ينفعش انا مثلا في ديزاين في دماغي اروح للراجل اقسم له 3 دي في حاجات ورا مش هتكون ظاهره. طب هتقول لي نقترح ان احنا طب ما انا ممكن اقسم له 3 دي اللي هو بس وضعين اللي هو مثلا اخد الكورنر او الزاويه ديت، وممكن اقسم له برضه زاويه. لا هتبقى متعبه او مش هتكون احسن حاجه. ف طب بنعبر احنا كمهندسين عن اي حاجه، مباني بقى مواقع مش عارف ايه، ازاي؟ بالثري فيوز دول. تمام. بس ف... فهي دي الفكرة. وحرفيا حرفيا يعني برضو يعني احنا لو جينا فكرنا كده هنلاقينا اصلا ان احنا يعتبر تقريبا بنستخدم اصلا الرسم الهندسي اصلا في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني حرفيا لما كنا صغيرين لما مثلا كنا بنرسم عربية كنا بنرسمها ازاي؟ مش كنا بنعمل كده تقريبا؟ صح. كنا بنعمل تقريبا كده. طيب هي حاجة زي كده اصلا دي يعتبر ايه؟ ده كده division. تمام.
اه انا رسمت المسقط بتاع عربيه، ما انا مش هقدر ارسم له عربيه 3 دي. لا انا عايز اعبر عن، او انا دلوقتي في الديزاين زي ما قلنا انا برسم له وجه او الديزاين بتاعي برسمه او بفرده على لوحه 2 دي عن طريق اللي هو ايه 3 فيوز، اللي هو الديفيجن والسايد فيو والبلان. فده احنا كده لما واحنا صغيرين لما كنا بنرسم دوت، احنا يعتبر كده كنا بنرسم ديفيجن بس. فدي كده المقدمه بتاعت اللي هو ايه الرسم او اللي احنا هنعمله. طب الاسئله هتجيلنا ازاي؟ هو عايز يمرنك على الحته ديت ان انت ازاي ترسم فيوز. تمام، ازاي ترسم مساقط تبقى المساقط بتاعتك كامله مش ناقصه حاجه. فهو حرفيا في الامتحان وفي الميد ترم هيجيب لك اشكال كده 3 دي. تمام، كأن الاشكال ديت في دماغك، وانت بقى هتبدا ايه ترسم لها الفيوز بتاعتها، نرسم المساقط ايه بتاعتها بس. فهي دي الفكره. فمثلا حرفيا جالنا في الامتحان مثلا او في الاسايمنتس بتاعتنا رسمه زي دي، ومطلوب مني ان انا ارسم البروجيكشنز بتاعتها. تمام، او اعبر عنها بالطريقه 2 دي. فانا هقسم ايه 3 مساقط. قلنا ايه 3 مساقط؟ اليفيجن، سايد فيو، بلان. ودايما الاليفيجن بيترسم كده، السايد فيو بيكون جنبه على اليمين. تمام، ومن تحت هنا البلان. يبقى ده الاليفيجن، ده السايد فيو، وده البلان. تمام. طيب الاليفيجن بيكون هو الوجه دوت او هو الوجه الاكبر برضه. يعني في ناس بتيجي تتلخبط. تمام، انا خلاص انا عرفت ان انا على اللوحه هرسم بالمنظر ده. طيب بالنسبه بقى لورقه اصلا، او يعني السؤال ذات نفسه، في ناس بتتلخبط تقول لك طب انا هاخد ده الاليفيجن ولا هاخد ده الاليفيجن؟ لا، دايما الاليفيجن انت في معظم يعني في معظم المسائل عندك هو هتلاقيه هو مدولك او هو الاتجاه ده. تمام. طب ايه اصلا الفكره بتاعته؟ طب ليه اشمعنى برضه الاتجاه ده؟ ليه مش ده؟ تمام، لان دايما الفيجن بيكون هو الوجه بتاع الديزاين بتاعك. طبعا هنسمع فتي كتير اللي بيجي بيقولك اكبر اكس ومش عارف اكبر عرض هو الاليفيجن والدنيا دي كلها. طبعا ده كله غلط. يعني في واحد هيجي يقولك وهنسمع الكلام دوت، يعني مثلا مش عايز اقول بس في الكليه عشان ما نتلفتش منها، بس عامه يعني هتلاقي ناس بتقولك دايما ده الاليفيجن. ليه الاليفيجن؟ لان ده اكبر عرض. لا. تمام، انت هتسمع حرفيا اللي بيقولك ان ده اكبر عرض او اكبر اكس، هتسمعها بالنص. او اللي هيجي يقولك دايما الجنب ده بيبقى هو الاليفيجن. لا، ده كله غلط. دايما الاليفيجن هو الوجه بتاع الواجهه بتاعت الديزاين، اللي هو حرفيا مثلا انت مثلا بتتفرج على ساعه. فهو مش الوجه الاكبر، لا هو الواجهه بتاعت الديزاين اللي فيها بيبقى اللي منها الواجب بمعنى اصح ان انت لو بصيت له لوحده هيبقى مفهوم الديزاين. تمام. يعني مثلا حاجه زي بيت، احنا عندنا مثلا بيت كان كده. حلو. بيت كده، والبيت فيه اللي هو البتاع مش عارف اسمها ايه دي. تمام. طيب البيت دوت انا لما اجي اقسمه رسم هندسه او ارسم له بروجيكشنز، فانا الديفيجن هيبقى عامل ازاي؟ مستطيل او كده وفوقيه مثلث. مش ده اصلا كده كده اوريدي اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين. تمام. طيب طب السايد فيو هيبقى عامل ازاي؟ مستطيل اهو. تمام. تاني. طب والجزء اللي فوق ده الظاهر معانا ايه؟ ظاهر معانا كمستطيل مش مثلث بقى. فهي دي فكره البروجيكشنز. تمام. او فكره الرسم انا الوجوه ظاهره معايا بايه. تمام. طيب انا ليه في الرسمه ديت؟ يعني احنا مثلا لو جينا بصينا مثلا على رسمه زي دي، احنا هنا ليه انا اخدت ده الديفيجن؟ او ليه بمعنى اصح مش اخدت ليه ده في الديزاين ده بمعنى اصح ليه ده الديفيجن مش ده؟ لان حرفيا ده الوجه بمعنى اصح اللي ظاهر، اللي انا لو رسمته لوحده هيبقى ظاهر او باين ان ده بيت. يعني بمعنى اصح لو احنا مسحنا ده، او انا جيت لك، يعني لو احنا جينا مثلا في اللوحه الهندسيه بتاعتنا، لو احنا رسمنا ده بس مش واضح او مفهوم معنى المسقط دوت لوحده ده ايه. فمعروف ان ده بيت. طب لو احنا مسحنا ده ورسمنا كده بس، اللي هو كان السايد، هل انت فاهم ده ايه؟ مش هتفهم ده ايه. فدايما الديفيجن هو الواجهه اللي بتعبر عن اللي بتعبر عن الديزاين، واللي ملامح الديزاين اللي ظاهره فيها هو الواجهه. تمام. بس فاحنا على اساس كده ممكن
او هنختار بقى البروجيكشن، او هنختار او هناخد الاليفيجن بتاعنا. برضو مثلا ممكن مثال برضو كنت بضربه كتير، الساعة مثلا. عندنا ساعة، لو انت معاك ساعة في ايدك بتتفرج عليها، هتتفرج عليها من الجنب اللي هو ما يكون ظاهر فيها الاوستيك بالمنظر ده، وبعد كده الساعة كده. تمام. وده طبعا ال... اسمه ايه، مش فاكر بتاع اللي هي اللي بنظبط بيها الساعة، ولا هتبص للساعة من قدام بالمنظر ده وهتبقى ظاهرة معاك كده. اه، مع ان لو انت جيت بصيت ان ديت اكبر اريا واكبر اكس واكبر مش عارف ايه، بس احنا بنبص للساعة ازاي، او بنرسم الساعة على الساعة ازاي، ايه الفيو اللي هيفهمني، او اللي انا مجرد ما اشوفها اقول ان دي ساعة. ايه الفيو اللي مجرد ما اي مهندس ما يشوفه او اي حد يشوفه هيفهمه. فاكيد ده، او انا لو بصيت لي ده لوحده خلاص فاهم ان ده ساعة، لكن دوت حرفيا مش عارف ايه ده، مستطيل وفيه جواه دايرة او سيركل. تمام. بس فده الاليفيجن دايما الوجه اللي فيه تفاصيل الديزاين. تمام. طيب، فاحنا عرفنا ايه كده الديفيجن اللي باخده بناء عن ايه، او فهمنا الفكره بتاعته. وبرضه يعني كمان، يعني انا عايز اقول لك يعني لو مش فاهم الكلام دوت مش مهم، هنبصمج بان الديفيجن دايما، او يعني 90% من الاسئله بتاعتنا اللي بتيجي في الكليه بيكون هو ده الديفيجن. تمام. بس فانت الوجه ده او البروجيكشنز ده او الخطوط اللي انت شايفها في الوجه ده هي اللي انت هترسمها هنا. وطبعا هيكون ده هو السايد فيو، وتحت هنا ايه البلان. تمام. طيب. نبدأ بقى ايه. ده كده حرفيا يعني تقريبا هو ايه، هي دي كده حرفيا المحاضرة الأولى والتانية والتالتة. هي بقى كل اللي جاي بقى أمثلة، يجيب لك أشكال مختلفة ويقول لك اسم البروجيكشنز بتاعتها. فمثلا ممكن نطبق أو ناخد ايه على ممكن نشتغل كده على كام مثال وخلاص يعني. طيب، لو أخدنا مثلا أول رسمة دي، أنا عايز أرسم البروجيكشنز بتاعتها. هقسمها ازاي؟ حرفيا هبدأ بالإليفيجن. طيب، هقسم ايه في الإليفيجن؟ حرفيا شوف يعني، انت بص كده بعينك، كأنك تخيل كده ان انت كأنك واقف كده هنا وبتبص بعينك، اللي انت هتشوفه في الجهة دي، او بمعنى اصح في المستوى ده هترسمه. بس فانت هنا حرفيا انت شايف ايه؟ انت شايف حرفيا ان هو زي مستطيل، المستطيل دوت في نص دايرة اهو. ده اللي انا شايفه. اقسمه 2 دي كده، انا كنا رسمت إليفيجن. تمام. طيب اقسمه ازاي؟ حرفيا 44. يفضل صحيح برضه من الستبس بتاعتنا ان لو الفيو عندي او المسقط عندي سيمتريك لازم يكون عندي سنتر لاين، ارسم سنتر لاين في النص. تمام. اول حاجه طبعا بيبقى عليه درجات من ضمن الفينش. ثانيا برضه هو اصلا هيساعدني في القياس، يعني انا هنا خلاص مجرد ما بصيت الرسمه عارف ان ماسكه فيو، فاقسم السنتر لاين الاول، وبعد كده ابدا ايه ارسم بقى ال 44 ديت. هتساعدني لما احط المسطره اخد 22 يمين و22 شمال. بعد كده اطلع شايف ايه، او ده اول كده خط انا شفته هرسمه. بعدين شايف اللي هي ايه الارتفاعات ديت اللي في الجناب ديت على ارتفاع كام. ايا كان الارتفاع نشوف الارتفاع كام ونطلع بالارتفاعات بتاعتنا طبعا بالمثلث، بمثلثات. طب وبعد كده شايف ايه؟ شايف بقى الخطوط دي. تمام. او ممكن يعني لو اشتغل بطريقه اسرع، الاول ارسم نص الدايره. تمام. احدد السنتر بتاعها. السنتر بتاعها برضو ايه، طبعا هي في النص، هي اكيد هنا في النص، الرسمه سيمتريك. تمام. وطبعا ده الارتفاع بتاعي، فانا هرسم هنا السنتر، وبعد ما ارسم السنتر بالبرجل طبعا هرسم ايه نص الدايره. بعد ما ارسم نص الدايره هقفل بقى ايه الفيو بتاعي كده. بس انا كده رسمت ايه الفيجن. طيب عايز ارسم سايد فيو، كانك واقف من الناحيه دي وبتبص. وانت واقف من الناحيه دي انت شايف ايه؟ شايف المستطيل ده. بس فهتاخد المستطيل دوت عرض وارتفاع. العرض عندك اللي هو يبقى 17، الارتفاع بتاعك نفس ارتفاع الديفيجن. تمام. فهترسم مستطيل كده. تمام. وخلي بالك من حته ان انا قلت ان انت العرض عندك 17، الارتفاع نفس ارتفاع الفيجن، فدي برضه بوينت هتلاقيها عندك مقرره على، او هي دي بوينت، هي دي ثابته دايما بيكون عندي ارتفاع الاليفيجن هو ارتفاع السايد ايه، هو ارتفاع السايد فيو. فدي برضه حاجه هتساعدك في ان انت مش تقيس. حاول بقى شغل دماغك بقى في الرسم عشان ايه، يعني نشتغل بسرعه وننجز في الوقت. تمام. يعني نعود نفسنا على السرعه.
ان انت عندك دول بنفس الارتفاع، فانت ممكن وانت واقف بالتي، يعني مش لازم تقيس بقى، لو انت واقف بالتي كده، تمام. واقف، انت واقف، يعني انت اول هتحط التي كده وهتحط المثلث وهتطلع لحد ايه، لحد الارتفاع ده، تمام. بس او ممكن، لا ممكن مثلا كستبس رسم بسرعه، حرفيا مستطيل زي كده ارسمه بسرعه ازاي. احنا قلنا الارتفاعات، ارتفاع السايد فيو هو الاليفيجن، صح؟ فانا بالتي، انا هقف بالتي هنا واخد العرض بتاعي، بعدين هطلع بالتي على الارتفاع دوت واخد العرض بتاعي، بعدين المثلث وايه، واقفل، تمام. اقفل الجناب. بس طبعا الاسم اللي هو ايه، الفيرتيكال كده، انت حرفيا رسمت من غير ما تقيس، انت قست بس العروض وقفلت الارتفاعات بالمثلثات على طول، تمام. طيب، طب هل ده كده السايد فيو بس؟ يعني لو بس مسحنا اللي هو الشخبطه دي بس عشان الدنيا كده تروق. طيب احنا قلنا السايد فيو بنبص من الناحيه دي، انا شفت مستطيل. طيب بس هل السايد فيو، هل هو المستطيل دوت بس؟ لا طبعا. احنا قلنا في السايد فيو وانت بترسم، انت يعني ايه بروجيكشن، انت بترسم كل حاجه عندك هي في الاتجاه، يعني انت بترسم ديفيجن، فانت هترسم كل المستويات، هتعبر عن كل المستويات بتاعتك 2 دي، كل المستويات اللي في الاتجاه ده. طب بترسم سايد فيو كل المستويات اللي في الاتجاه دوت، فاحنا هنا بصينا نلاقي ده ده المستوى الظاهر، بس انا عندي فيه نص دايره اهي، اهي ده مستوى يعتبر اهو نص دايره اهي، تمام. طيب مش المستوى دوت اهوت في السايد فيو، او قصدي مش النص دايره ديت هي يعتبر هي في مستوى السايد فيو، فبالتالي انا احتاج برضو اقسمها اعبر عنها. طب ديت هعبر عنها السوليد ولا داش؟ لا ديت داش، دي لان انا مش شايفها، فهي ديت الفكره بقى في البروجيكشنز والرسم الهندسي، او فكره اللغه بتاعتنا. يبقى ايه اللغه بتاعتنا؟ انا في ديزاين قدامي، او في ديزاين مثلا في دماغي، الواجهه بتاعته اللي انا شايفها هقسمها سوليد. طب في حاجات بقى في الظهر، حاجات جوه الديزاين مثلا، فتحات جوه تجويفات جوه في الديزاين انا مش شايفها، هعبر عنها ازاي؟ هعبر عنها بداش، تمام. طيب فانا هنا حرفيا هعبر عن المستوى النص دايره دوت بخط داش كده، او بالعرض، تمام. بس يعني بالمناسبه برضو، احنا ما بيبقى عندنا جزء دائري، ايه البروجيكشنز بتاعت الاسطوانه؟ الاسطوانه بتظهر في مسقط، او انت لو بصيتها من الناحيه، لو بصيت لها من الناحيه دي، يعني انت حرفيا هات ازازه كده وبص لها من ناحيه، او حاول كده مثلا حطها ورا ضوء وخلي الضوء بتاعها ينزل على الحيطه، كوبايه او اي حاجه، فانت هتشوفها ايه، مستطيل. طب بصيت لها من الناحيه دي هتشوفها مستطيل، طب لو بصيت لها من الناحيه دي هتشوفها برضه مستطيل، لكن من فوق دايره، تمام. بس فدايما اي جزء سلندر وهو بيظهر دايره، او بياخد مثلا شكل الارك بتاعه في مسقط، ومسقطين تانيين بيبقى مستطيل، زي هنا اهو، انا هنا ديت هي اخدت النص دايره في الاليفيجن، يبقى في مسقطين تانيين هتتحدد بايه، بالمستطيل، تمام. طيب عشان ننجز بسرعه، طيب يبقى انا كده قسمت هنا ايه، الفيجن والبلان. بالمناسبه ما ننساش ان السنتر لاين طبعا في الاول اصلا اللي انا لازم ارسمه، لان هو دوت هو اللي هيساعدني اصلا طبعا ايه في القياس، تمام. طيب كده قسمت الفيجن والسايد فيو. طيب فاضل لنا هنا ايه، فاضل لنا هنا البلان. برضو انا الديزاين دوت في دماغي، نفترض ان هو مثلا في دماغنا مش شايفينه، وانا عايز اعبر عن البلان، فانا هرسم البلان ازاي؟ حرفيا كانك هتبص، تخيل ان انت هتبص كده من فوق، ايه اللي انت شايفه؟ فانت حرفيا لو عديت هتلاقي نفسك شايف ادي مستطيل اتنين، ويعتبر اللي هي الهاف هول سلندر دي، تمام. برضه انت شايفها ايه، كمستطيل ايه تالت، تمام. احنا قلنا المسقط بقى اي سلندر في المسقط يعني ايه، بتبان في مسقط بشكلها، ومسقطين تانيين مستطيل، تمام. بس فانت حرفيا في البلان هترسم لي تلات مستطيلات جنب بعض، او علشان تنجز انت ممكن هترسم مستطيل كامل كده كبير وهتقسمه لتلاتة، تمام. طيب برضو بوينت كمان، في ناس بتيجي ترسم البلان كده، يعني بالطول مش بالعرض. هنبصمج علشان ما تتعبش نفسك، علشان التخيلات الكتير ما تتخيلش كتير. برضو دايما عرض البلان، او انت بترسم البلان تحت الاليفيجن، صح؟ فعرض البلان هياخد عرض الاليفيجن، تمام.
وزي ما قلنا ان السايد فيو ارتفاعه بياخد ارتفاع ايه الاليفيشن، فانت دايما عرض البلان هياخد ايه عرض الاليفيشن. تمام، فانت وبرضه انت مش انت واخد الاليفيشن ده، يعني ايه انت واخد الاليفيشن ده؟ فاحنا قلنا ان الاليفيشن هو الواجهه الاماميه، فانت كانك واقف كده وبتبص للديزاين ده او المكعب دوت، بتبص له من الناحيه دي. تمام، فكانك مثلا بالظبط انت واقف ايه، واقف قدام الدولاب في الاوضه، فانت شايف التلفزيون مستطيل كبير، وهيكون البلان ايه، البلان برضه بالعرض كده قدامك. تمام، بس دي الموضوع هو شرحناه ايه بكذا طريقه عشان ايه ما نطوفش من بعض. تمام، بس فاحنا العرض، فاحنا يعني عشان ننجز بقى يلا نرسم البلان. قلنا البلان اللي هو ايه هياخد اللي هو ايه عرض الديفيجن، اللي هو العرض ده اللي هو 44 في ايه في 17. تمام، 44 في 17. طيب برضه كذلك البلان ممكن عشان اقسمه بسرعه ازاي من غير ما اقيس. طبعا البلان هنا يبقى سيمتريك. تمام، هوريزونتال سيمتريك، الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت، قصدي زي الجزء اللي تحت يعني. فحرفيا الاول هرسم سنتر لاين. تمام، هيساعدني في القياس. وحرفيا بما ان انا قلت ان انا عرض البلان قد عرض الفيجن، فانا حرفيا اقف بالمثلث هنا، اظبط المثلث على الحدود ديت وانزل بالارتفاع. هو الارتفاع بس اللي انا هقيسه. والناحية التانية اظبط المثلث على الحدود ديت وانزل بالارتفاع ده، وبعد كده بالتي اقفل ايه على طول. طيب، قلنا البلان هو يعتبر مستطيل كبير ومتقسم لتلاتة، فانا عايز اقسمه. هقسمه ازاي؟ او على بعد 13، اللي هو انا ممكن اقسمه كده. تمام، ثواني. او على بعد 13 من السنتر، برضو انا عندي هنا سيمترية يمين وشمال، فانا ممكن ايه اقسم برضو السنتر لاين ايه كده ايه فيرتيكال، لان انا هيبقى عندي جزء اليمين زي الشمال، فانا هقسم كده سنتر لاين فيرتيكال. وحرفيا على بعد 13 منه اللي هو الراديوس بتاع الدايرة هنزل بخط كده، وعلى بعد 13 شمال هنزل بخط كده حرفيا. او ظهر عندي التلات مستويات بتوع البلان. تمام، بس فدي كده يعني الرسمة، او يعني الطريقة اللي احنا نرسم بيها ونشتغل بيها بشكل مبدئي. طيب، كام نقطة برضو اقول عليها عشان نشغل دماغنا فيهم ونطلع ايدينا. حرفيا انت ممكن تستغنى بقى عن القياس بقى، يعني خلاص انت قست مثلا الاليفيجن، تشتغل بقية الفيوز عندك بالاسقاط. حاجة اسمها اسقاط، ان انت تسقط بوينتس. تمام، اللي هو ازاي يعني انا هنا ممكن عايز ممكن نرسم البلان هنا بطريقه تانية. يعني انا عايز اقوله ان البلان هنا ممكن يترسم بطريقه تانية وبسرعه. ازاي؟ زي ما قلنا ان انا اول حاجه البلان هو واخد عرض الاليفيجن، فانا ممكن اقف بالمثلث هنا وامد خط بالارتفاع، والمثلث برضه اقف بيه هنا وهمد خط بالارتفاع، وبعد كده بالتي اقفل. طيب ازاي هقسم المستطيل دوت للتلات مستويات بسرعة؟ ما احنا قلنا البلان هو وظايف في تلات مستويات، فانا ازاي اقسم المستطيل دوت بتلات مستويات بسرعة من غير ما اقيس بقى؟ حرفيا هو انت مش عندك فوق التلات مستويات اهم؟ صح، اه، في الاليفيجن برضه. فانا ممكن من الاليفيجن حرفيا اقف بالمثلث برضه عند النقطة دي وامد خط كده، واقف بالمثلث برضه عند النقطة ديت وامد خط كده. تمام، بس فدي برضو طريقة تانية لان احنا ايه نرسم الفيوز ايه اللي هو ايه نسقط من هنا لهنا. دي اسمها طريقة اسقاط، انها نقطة زي ديت انا بسقطها هنا. تمام، نقطة زي دي انا بسقطها هنا. تمام، بس يعني طريقة ايه سريعة، هتبقى سريعة معانا. طيب ديت كده او ده كده اول ايه مثال. ناخد المثال التاني كده في السريع بس بسرعة بقى. او عندي جالي في الامتحان الرسمه ديت وعايز ارسمها ازاي؟ عايز ارسم ديفيجن. فحرفيا الاول اوضب افكاري عشان مجرد يعني ما افكرش بقى تاني، اللي هو انا انقل بس افكاري ديت في اللوحه على طول. فاشوف الاول وانا في الديفيجن موجود ايه المستويات اللي موجوده في الديفيجن. مستوى واحد، وحرفيا ده شكله ده المستوى الواحد اللي موجود في الاتجاه ده. فحرفيا ارسم ازاي؟ طبعا ده سيمتريك اليمين زي الشمال، فانا امد الاول سنه، امد اول سنتر لاين. بعدين ممكن نيجي بلون تاني اهو. تمام، هاخد الاول انا شايف اول خط شايفه اللي هو الخط ده ال 44، فهرسم ال 44 22 يمين و 22 شمال. بعدين هطلع بالارتفاعات ديت. تمام، هنشوف الارتفاعات ديت قد ايه واطلع بيها بالمثلث. بعدين ممكن هرسم دول. تمام، اهو الخطين بقى دول
تمام، اللي هو هنا ايه هطلع من هنا 8 ومن هنا 8. بعدين المثلث ايه ده. تمام، طب هو هنا قايل لي ان الانجل ديت قد ايه 45، فانا حرفيا بمثلث 45 هحطه بالمنظر دوت على التي. تمام، ومن هنا هنزل كده تمام شوية، ومن الناحية التانية هنزل كده وامسح ايه الزيادة دي. تمام، دي نقطة. طبعا انت لو قياستك مظبوطة فانت اصلا هتنزل لحد السنتر لاين بس، فمش لازم اللي هو بلاش الزيادة ديت وتمسح الزيادات يعني. انت حرفيا هتحط مثلث تنزل هنا لحد السنتر لاين، ومن الناحية التانية لغاية يعني هتظبط معاك يعني انت قياستك مظبوطة. تمام، طيب ده كده الفيجن. طيب عايز ارسم السايد فيو برضه كذلك، هقف هبص من الناحية دي اشوف انا شايف ايه. فانا حرفيا شايف ايه؟ انا موجود عندي فعلا اهوت مستوى ده شايفه، وفي نفس الوقت برضه موجود عندي مستوى تاني اللي هو مستوى المايل ده، بس المستوى ده انا مش شايفه. يبقى اكيد المستوى اللي شايفه اللي هعبر عنه بسوليد، فاللي هو يبقى مستطيل مستطيل كده اهو، والمستوى اللي انا مش شايفه هعبر عنه بداش. تمام. ف ففين المستوى اللي انا مش شايفه اهو زي ما قلنا اللي هو المستطيل المايل او المستوى المايل ده. بس فحرفيا دوت ايه اللي ناقصه بس. يعني انا عشان احدده ناقص بس خطين. فانا مجرد ما ارسم الداش ده وكده كده خلاص حددته. او ده كده مستوى اللي هو المستطيل اللي بره، وده كده المستطيل اللي جوه. تمام. بس بس طبعا احنا عارفين ان الخطوط دي هي هتنطبق على ده، فخلاص يعني هما ورا بعض مش هرسمهم. بس انا بس عشان يتحدد فاضل بس ايه الخط يعتبر بالفر ده اللي انا مش شايفه. انا شايفه هنا في 3 دي، لكن كفيو لو انا واقف من الناحيه دي مش هشوفه. فعلشان كده الخط دوت هرسمه ايه، هرسمه داش. طيب محتاجه اقيسه؟ لا مش محتاجه اقيسه عشان ننجز مثلا ايه في السرعه شويه. طب اجيب طوله منين؟ ممكن اسقطه هنا من الاليفيجن، احط التي كده هنا تمام على المستوى دوت واسقطه كده ارسم الداش ده. تمام، طيب ده كده بالنسبة للسايد فيو. طيب بالنسبة للبلان كذلك، شوف عندك كام مستوى كأنك بتبص كده من فوق في دماغك. انت شايف ايه؟ ادي 1 2 3. هل 3 مستويات بس؟ لا اكيد طبعا ومنطقي في واحد مايل قدام ده، يعني مش محتاجة يعني. تمام، في واحد مايل قدام ده. فدي بقى الفكرة او دوت عيب 3 دي ان انا ما ينفعش اقدم ديزاين 3 دي. ليه؟ لان حاجة زي كده مش هتبقى باينة. طب بوضحها ازاي؟ بطريقة البروجيكشنز وال2 دي. طيب فتاني هقسم البلان ازاي؟ هو عبارة عن 4 مستويات، فأنا ممكن حرفيا أو 4 مستطيلات، فأنا ممكن أقسم مستطيل كبير اللي هو الخطوط دي كلها هتنزل اللي هو خط واحد، فأنا أقسم مستطيل كبير كده وأبدأ اللي هو إيه أقسمه. تمام. وطبعا زي ما شفنا بنقسم إيه إزاي بسرعة. تمام، طب هقسمه ازاي بقى؟ هقيس 8 و8 يمين. لا انزل من هنا النقط دي كلها متضايقة تحت كده بس. او كده انت حرفيا او دي ال8 اليمين ودي الشمال، ودوت المستويين اللي هم ايه المايلين طبعا على الارض هتشوفهم بالمنظر ده. تمام، بس فدي كده حرفيا الرسمة التانية. طيب نخش ممكن على اخر رسمة في في الصفحة دي. تمام، هي دي مش محتاجة. ممكن ناخد ايه، ممكن ناخد ايه. تمام، طيب رسمة زي دي في الإليفيجن، عايز ارسم لها المساقط بتاعتها. عايز ارسم الديفيجن، فانت شوف انت شايف ايه في الديفيجن. هو مستوى واحد واخد المنظر ده، فانا حرفيا ارسم. طب الرسمه ديت سيمتريك هيبقى اليمين زي الشمال؟ لا، فانا في الرسمه دي مش هرسم سنتر لاين. امال ارسمها ازاي؟ ابدا الاول كده ارسم او 88 دي، بعدين هطلع 22 يمين. تمام، وبعدين هطلع الارتفاع ده. طب الارتفاع دوت اللي هو يبقى ايه 22 ماينس 52 فهيبقى 30. تمام، يبقى انا هطلع من الناحيه دي كده 30 ومن الناحيه دي 22. طيب بعدين هخش ال24 دي واطلع ايه من هنا بقى ايه الارتفاع دوت نحسبه اللي هو يبقى 22 و52. ده الارتفاع ده قد ايه؟ اللي هو يبقى 30. تمام، طيب بعدين ممكن امشي العرض دوت، بس ممكن انا معيش العرض ده دلوقتي. لا يعني ممكن هيتحسب اللي هو يبقى 88 ماينس 24 ماينس 22. احسب العرض دوت وامشيه. طيب ومن تحت بقى من النقطة ديت همشي ال32 دي. طيب مشيت ال32، خلاص فاضل ايه في الإليفيجن؟ هقفل بقى بالخط ده. تمام، الخط دوت
هو مش مديني طول، بس انا مش محتاج ليه، لان انا خلاص هوصل بقى اقفل بقى، يعني هوصل النقطتين دول كده ببعض، بس ده كده يبقى الاليفيجن. طيب عايز ارسم السايد فيو، هنقف برضو من الجنب كده وهنبص بعينينا الخضرة دي، تمام، وهنشوف احنا شايفين ايه. فحرفيا ادي اول مستوى وادي تاني مستوى، ده اهو انا اشوفه. بس هل انا اشوف كده في السايد فيو مستطيلين كده بس؟ لا طبعا. او ممكن يعني هل هنرسم مستطيل كبير وهنقسمه، او هنمد ديت كده وهنقسمه كده مستويين بس؟ لا طبعا. ليه؟ لان في مستوى تالت اهو، في مستوى ورا هنا اهو انا مش شايفه. طيب، وهقول لك على حاجه كمان على فكره، انت ممكن تتشك. يعني انت مجرد حرفيا ما رسمت الاليفيجن، تقدر ترسم بقيه المساقط من غير اصلا ما تبص بقى للرسمه دي خلاص. فانت حرفيا من الاليفيجن اهو باين اهوت ان في مستوى اهو، اهو في مستوى اهوت من في الجنب اليمين. اما انا ببص من الناحيه دي صح، مش احنا بنبص اهوت من الناحيه دي بعينينا اهيت من الناحيه الشمال. ما هو دايما انا ببص يعني، ببص ناحيه اللي هو عكس الحته اللي انا برسم فيها. انا برسم في اليمين فانا ببص على المسقط من الشمال. فانا اهو بصيت رسمت اللي هو ايه اهو، ادي المستوى ده اللي هو اول مستطيل من تحت، وادي المستوى المايل ده اللي هو المستطيل التاني من فوق. طب انا في مستوى هو التاني واضح انا مش شايفه، فبالتالي دوت هينزل ايه داش، او النقطه دي انا اصلها كده داش، تمام. بس فده كده السايد فيو. طيب بالنسبه للبلان هيبقى برضه كذلك. انت شايف ايه في البلان؟ هتبص من فوق شايف ايه؟ ادي اول مستوى، ادي التاني، ادي التالت بس. طيب، فانا حرفيا هنرسم مستطيل كامل وهنقسمه ازاي؟ اي النقطه دي هسقطها كده والنقطه دي هسقطها كده. طيب، هل كده البلان خلص؟ لا. واحد هيقول لك طب ليه لا؟ طب ما انت رسمه، او انت قلت ان البلان مكون من 3 مستويات وانت راسم اهو ادي 1 2 3. بس انت لو بصيت هتلاقي ان انت المستوى التالت مش ده عرضه، دي حدود المستوى اللي فوق ده اهو، العرض ده، تمام. ممكن بس ناخد لون تاني. دي حدود اللي هو العرض ده اهو، او 2 هو المستوى ده. امال فين المستوى التالت؟ المستوى التالت لو انت لاحظت ان انت نهايته داخله تحت اللي فوق شويه اهي، فبالتالي المستوى التالت برضه هيتحدد بايه؟ بالداش كده، تمام. فهيكون ده المستوى الاول، ده التاني، امال فين التالت؟ ده التالت اهو، ده يعتبر كده التالت. بس انا علشان النقطه او الكورنر او الايدج ده انا مش شايفه، فبالتالي هينزل هنا داش. عرفت منين ان انا مش شايفه؟ اهو باينه من الرسمه ان انا طبيعي لو بصيت اهي دي مايله اهيت، فانا النقطه دي انا مش هشوفها، تمام. فبالتالي هتنزل داش. طب لو انت ما بتفهمش او انت مش واخد بالك من سي دي، بص الايفيجن اللي انت راسمه وتخيل اهوت او انت باصص من فوق بعينك من فوق من هنا، تمام. النقطه دي هل انت هتشوفها من المستوى ده؟ لا، اي مش هتشوفها اكيد من المستوى ده، بس فتنزل ايه داش، تمام. بس حرفيا الرسمه دي بقى سهله. حرفيا انت هترسم الايفيجن بتاعي يبقى عباره عن مستطيل كده كبير، وهتقسمه لواحد اتنين تلاته اربعه، تمام. السايد فيو هي حرفيا اللي هو الواحد المقلوبة ديت، والبلان كام مستوى؟ ادي 1 2 3، واللي ورا هو التلاتة بس. طب واحد هيجي يقول لك لا، طب ما انا في مستوى اللي تحت ده اهو، لو عملناه هنا بلون تاني، المستوى اللي تحت ده، طب ما ده مش هشوفه. يبقى انت كده عندك 4 مستويات، او دوت انا هعلم عليه بداش، او قصدي هحدده بداش. لا مش هحدده بداش. طب ليه؟ لان كده كده اصلا لو انت لاحظت هتلاقي ان المستوى دوت تحت ده، تمام. فده هيداري على ده، او السوليد هيداري على الداش، تمام. بس يعني فخلي بالك بس ايه برضه ايه من النقطة دي، تمام. طيب دي كده الصفحة ديت. طب بالنسبة للصفحة التانية ممكن نخش الصفحة ديت، ان هي ايه برضه ناخد منها مثلا ايه مسألتين. لو بدأنا بديت، حرفيا انا هنا عايز ارسم اليفيجن. طب ارسم اليفيجن ازاي؟ بص انت شوف ايه اللي موجود، او انت في اليفيجن شايف ايه الخطوط اللي انت شايفها في اليفيجن؟ انت شايف الشكل ده وشايف المستطيل اللي في النص ده، فانت حرفيا هترسم نفس المنظر ده. بالمناسبة الرسمة ديت هنا سيمتريك، اليمين قد الشمال. فانت هترسم سنتر لاين الاول عشان يسهل عليك، بعدين هترسم اللي هو اول حاجة اللي هو ايه، او الخط بتاع البيز. هتطلع بالارتفاعات اللي في الجنب دي، بعد ما تطلع بالارتفاعات هتخش بالتي اللي هي المسافة ديت، هتحسبها اللي هي تبقى 70 - 50 على الاتنين، تمام. او لو ممكن لو مش عايز تحسب يعني وتشتغل بطريقة اسرع، فانت ايه
تطلع يعني على اللي هو بارتفاع الرسمة كله، اللي هو يبقى 17 و18، وترسم ال50 دي، وبعد ما ترسم ال50 هتنزل بايه، بارتفاع اللي هو 18. تمام، وتطلع بقى كده. تمام، بس او كده انا رسمت الايفيجن. بس هل كده ثواني، هل كده انا رسمت ايفيجن كامل؟ لا، ناقص المستطيل اللي في النص ده. طب ارسم المستطيل اللي في النص ده هنرسمه ازاي؟ اهو سهله. هو قايل لك هنا ان ارتفاعه بيبدأ، هو عرضه 30 من النص، يعني 15 يمين و15 شمال، وارتفاعه 10. تمام. طيب ارتفاعه 10، بس هو هنا مش موضح لي. لو احنا جينا بصينا اللي هو ارتفاعه من البيز قد ايه، هو مش مديني ارتفاعه من البيز، فانا اللي هو هقسمه هنا كده ولا هنا، ولا هقسمه فين بالظبط؟ هو فعلا هو مش مديني ارتفاع ومن البيز، بس انت هنا لو لاحظت هتلاقي ان هو اوله من هنا مع الخط ده. بس فانا ممكن اللي هو ايه، احنا قلنا اوله من هنا مع الخطوط اللي في الجنب دي، فانا او انا هنا يبقى اوله، فانا هقسم ال10 او العرض اللي هو 30 هيبقى 15 يمين و15 شمال من السنتر لاين ده. تمام، وايه، وانزل ال10 يمين و10 شمال واقفل كده. طيب عرفت منين؟ واحد قالك طب انا مش باين قوي، يعني انا عرفت منين برضو ان هو يعني ارتفاعه ده، او على سوى، او يعني موازي يعتبر للارتفاع ده. ان انت هنا بص على الدايمنشنز اللي هو مديالك. لو بصيت على الدايمنشنز اللي هو مديالك اه، لو بصيت على الدايمنشنز اللي هو مديالك، شايف الخط يعني يعتبر ايه، على نفس ايه، سوى الخط ده. تمام، بس فده الاليفيشن. طيب عايز ارسم السايد فيو كذلك. انت السايد فيو هتبص من الناحيه دي، ايه اللي انت شايفه؟ انا شايف المستويين دول بس. لا، ده في كمان اهوت مستوى داخلي اهو. فانا اكيد ايه، هقسم المستويين دولت، هقسم اهوت مستطيل كبير، واقسمه ايه، او النقطه ديت اسقطها كده. بس انا كده يعتبر رسمت المستويين دول. طيب ايه المستوى الداخلي هقسمه ازاي؟ داش. بس ده من الاول للاخر. فانا النقطتين دولت كده اسقطهم كده ايه، داش. من بدأ بقى مقيس ارتفاعات اسقطهم كده داش من الاول للاخر، او واخدين اللي هو يعتبر معايا العرض كله. طيب ديت برضو حتة مهمة او سؤال مهم. واحد هيجي يقول لك طب انا ازاي عرفت ان المستطيل او الهول او الفتحة ديت هي واصل لحد الاخر، طالما هو مش اداك دايمنشنز او مش اداك عمق ليها، فهي يبقى على طول هي واصل لحد الاخر. طيب نقطة مهمة كمان، هي ايه دي اصلا؟ يعني ايه دي اصلا؟ ايه المستطيل ده؟ دي حرفيا هول كده، او زي مثلا لو قلنا الديزاين دوت زي درج كده. تمام، دايما لما بيبقى عندي اي مستوى، تمام، دي حته مهمه وخلي بالك من النص ديت، لما بيبقى عندي كده اي مستوى مرسوم عليه خطوط تانية، فالخطوط ديت بيبقى اللي هو هول. تمام، اللي هو ده هنا فراغ هوا. تمام، اللي هو دي مفتوحه، لو انا وقفت بصيت من الناحيه دي اشوف اللي واقف من الناحيه التانية من المستطيل ده. تمام. بس. طيب ده كده البلان. طيب قصدي ده كده سايد فيو. طب عايز ارسم البلان، نفس الفكره. شوف انت عندك لو بصيت من فوق هتشوف ايه؟ هتشوف الاول المستطيل ده ادي مستوى، وادي واحد في اليمين واحد في الشمال 3. وما تنساش ان انت برضو عندك اللي هو المستوى او اللي هو الداخلي الهول دي، او الارضيه بتاعته. لو احنا يعني مسحنا الدوشه دي يعني واضح اهي، الارضيه بتاعته اهي واضحه اهي. بس فده كده مستوى رابع بس مش باين، فانا هعدمه بالداش. فانا ممكن اقسم البلان ازاي، او مستطيل كبير اقسمه. تمام، كده طبعا هسقط البوينتس دي بدل ما اقيس. والمستوى الداخلي دوت ناقص، احدده ازاي؟ داش بقى، هنزل بقى داش كام من الاول للاخر. تمام اه كده. تمام. في ناس هتلاقيها واخده الداش كده بالعرض، لا بالطول يا جماعه. تمام، ليه؟ لان احنا قلنا انت اخدت ده اليفيجن، فانت تخيل ان انت واقف. تمام، وبصي والمكعب دوت قدامك كده، فانت لف المكعب دوت، يعني لفه كده بس كده قدام، هاته كده قدامك، فانت طبيعي دي هتبقى يعني قدام عينك كده. تمام، مش بالعرض. لو انت واقف من الناحيه دي فانت هتشوفها ايه بالعرض، هتشوف ده كده ايه يعني، ده البلان هتشوفه كده. تمام، بس. طيب دي كده الرسمه ديت. ممكن ناخد الرسمه، ممكن ناخد برضو ايه يعني رسمه
دي هتبقى سهلة. تمام، حرفيا اللي هو انا هرسم ده حرفيا كده هيبقى الديفيجن. طيب السايد فيو هيبقى مستطيلين، وفي مستوى تالت اللي هو بتاع المستوى الميت ده هيبقى داش. تمام، البلان حرفيا 4 مستويات برضه رسمناها قبل كده، بس تحت ما تنساش الداش او بتاع اللي هو الكسرة دي، ما انت عندك في خط تحت هنا. ثواني لو مسحنا الدوشة دي، هيبقى عندك في او انت في خط هنا بس مش ظاهر لو انت بصيت كده من تحت. تمام، هو موجود. فدايما فرق المستويات احنا يعني انت في فرق المستويات، فدايما فرق المستويات بنعبر عنه ايه بخطوط. تمام طيب. ممكن ناخد بس الرسمة ديت كرسمة أخيرة. أو رسمة زي كده عايز أرسم لها الإليفيجن. فأنت إيه الإليفيجن؟ بص إيه المستويات اللي موجودة عندك في الاتجاه ده، فحرفيا أو أدي المستطيل ده وجنبه الشكل دوت، أو بمعنى صح حرف السي المقلوبة دي. تمام، طب أنت هتبدأ ترسم الإليفيجن زي، طبعا أنت عندك هنا سيمترية أفقية، الجزء اللي فوق زي اللي تحت، فأنت ترسم سنتر لاين كده ده. تمام، هوريزونتال سنتر لاين. وممكن بقى ايه هترسم ازاي، او اول حاجة يعني عشان يكون اللي هو ايه الرسم بخطوات. اول حاجة ارسم الخط اللي تحت خالص ده كله. تمام، اللي هو ال21 بلس بلس ال11. بعدين يطلع بالارتفاع اللي هو 25. بعدين تعالى كده تاني. تمام، اللي هو ال43. طيب بعدين هتنزل الستة من فوق، وهتطلع الستة من هي من تحت. بعدين هتخش ايه، هنخش الدخلة دي. تمام، الدخلة ديت اللي هي دي 21، هخش كده 21 وكده 21. بعدين بالمثلث بقى هقفل كده مرة واحدة اللي هو الخط ده. وبرضه هعمل فرق المستويات ايه، هوضح الفرق المستويات اللي هو المستطيل اللي هو ايه ده. اهو بس، فكده حرفيا ظهر الفيجن، او ده المستطيل اللي احنا قلنا عليه، ودي ديت حرف ستيم مقلوب. ده كده الفيجن. طب عايز السايد فيو. السايد فيو اقف من الناحية دي هتشوف ايه، هتشوف برضه مستطيل من الجنب وايه، وادي مربع اتنين ومز... يعني اللي هو ايه مربعين ومستطيل في النص تحت بعض. طيب حرفيا ممكن نقسم السايد فيو بسرعة ازاي، حرفيا خليك ذكي اللي هو انت يعني ارسم مستطيل كامل وقسمه. تمام، فانت هترسم مستطيل كده كامل. طبعا ارتفاعك وهو ارتفاع الاليفيشن، وهتقسمه ازاي. اول حاجة شايف الخط ده، لو ثواني نمسح الزيطة دي كلها. او شايف الخط ده اللي هم يعتبر التلات خطوط دولت هينطبقوا على بعض بالخط ده، ارسم الخط ده حرفيا كده. بس انت كده ده ايه حددت المستطيل اليمين اللي في اليمين. طب عايز تحدد المربعات دي بالاسقاط بقى. تمام، انت ممكن تطلع على يعني ارتفاع 6 وترسم الخط دوت، وممكن تنزل 6 برضه ترسم الخط ده. او ممكن البوينت ديت بتيجي من غير ما تقيس تسقطهم على طول في السايد فيو. بس كده حرفيا عايز تتشيك، بص ظهر عندك سايد فيو، ادي المستطيل اللي في الجنب، وادي المربع فوقيه مستطيل فوقيه مربع، وادي المربع وفوقيه مستطيل فوقيه مربع اللي هو الجنب الشمال. طيب عايز ارسم بلان. اقف من فوق كده، انت هتشوف ايه حرفيا، هتشوف حرف ال دي. ده كده مستوى في البلان، بس هل هتشوف حرف ال بس؟ لا، ده في مستوى كمان، هي ارضيه اهوت ولا كرسي ولا في حاجه تحت، ايه مستوى اهوت تحت. بس انا مش هشوف، فبالتالي دوت هيتحدد ايه داش. تمام، بس فقال له انا حرفيا ممكن اقسم. طبعا انت هنا ما عندكش ولا سيمتريه ولا طول ولا عرض، فمش هترسم سنتر لاين. طب هترسم ازاي؟ ممكن ترسم تاخد ارتفاع 18 ده، وتيجي هنا بنفس عرض الفيجن اللي هو العرض ده. تمام، وبعدين ايه هتخش الستة دي. تمام، وبرضه كذلك هنا هتمشي ال11، بعدين هتطلع الارتفاع اللي هو الارتفاع ده اللي هو يبقى 18 ناقص 6 وهتقفل كده. بس كده انت رسمت ده المستوى الظاهر. طب عايز تحدد المستوى اللي مش ظاهر اللي هو اللي تحت، او بمعنى صح في الاليفيجن برضو اهو اللي هو المستوى ده، ما انت طبيعي بتبص كده من فوق، ففي اهو في مستوى هو تحت اهو مش ظاهر. فانت هتحدده ازاي بالنقطة ديت، تسكت النقطة دي كده داش فانت لما تيجي تتشيك دي حرف ال، ودي ده المستوى ايه اللي تحت بس. فدي حرفيا كده او ده كده باختصار حرفيا يعني البروجيكشنز. تمام، حرفيا انت هتكمل بقى في الشغل دوت حوالي 3 اسابيع او 3 محاضرات. بس طبعا بقى ايه الرسومات بقى ايه هتبدا طبعا بقى ايه تتعقد معاك كل مدى ومدى.
بس هي دي الفكرة، لو انت فهمت الفكرة اكيد هتبقى سهلة، وان شاء الله باذن الله امتحان الترم هيبقى سهل. بس بقى خلاص يعني عشان ما اطولش في الريكورد اكتر من كده، وربنا في الاخير بس يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله، وما تنسوناش بقى من دعواتكم، وايه ما تنسوش برضه تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.